لو انت بتحضن المخدة وانت نايم لازم تتأكد انك مريض نفسي. المريض النفسي بيحضن المخدة ليه وهو نايم؟ ده بسبب انه هو صغير او اثناء طفولته بيكون عنده مشكلة في الامان والحنان. يعني بيكون الوالدين مقصرين معاه في ان هما بيحضنوه مثلا او ان هو بينام جنبهم، لكن بيسيبوه ينام لوحده، فبيحس ان هو محتاج ان هو يحضن المخدة. فتلاقي الموضوع ده اتطور معاه لحد ما يكبر ويبقى عنده 50 سنة او 60 سنة، يعني من شبابه لحد كبر السن يبدأ ان هو ينام وهو حاضن المخدة. دي مشكلة سببها في الصغر، وقلنا ان سببها نقص العاطفة او الحنان من الوالدين. طيب، النوم الطبيعي، يعني اللي بينام، الشخص اللي بينام طبيعي ده بينام ازاي؟ بينام كده، مفيش مخدة ولا اي حاجة، بينام على ظهره وفاتح بقه. اه، ده نوم الشخص الطبيعي. فيا ترى انت طبيعي ولا عندك نقص حنان؟